اهلا بيكم في كايرو جاردن. النهارده هقول لك ليه شجره البرقوق شايف انت اهي بتطلع في فروع وفي فروع تانية مش بتطلع فيها. معظم شجر البرقوق بيبقى متطعم يعني ايه؟ يعني في جزء من شجره منتجه محطوط على شجره مش منتجه. شايف حتى شكل الورق مختلف، ده الشجره المنتجه اهو اللي احنا مطعمينها بيها، ودي الشجره اللي مش منتجه. تعالى بقى اوريك فين بالظبط تقطع وفين بالظبط تسيب الورق. شايف الورق هنا مختلف ازاي عن الورق ده لان كل شجر البرقوق وشجر الفواكه معظمه بيبقى متطعم. بص كده الورق هنا مختلف ازاي عن الورق ده. وحاجه تانية ان في موسم الزراعه او موسم الازهار بص هنا طالع البرقوق اهو جميل ازاي، بس في حتت تانية مفيش. طب ليه بقى؟ عشان زي ما قلت لك في اول الفيديو ده معظم شجر الفواكه بيتطعم يعني ايه؟ تعالى بقى معايا كده بص هنا، معرفش لو شايف بقى ولا مش شايف الجزء ده اللي متطعم. يعني جايبين شجره منتجه حطيناها هنا وقصينا كل حاجه تحت. دي الشجره اللي هي مش منتجه برقوق بس مش منتجه او ثمارها مش كويسه. فالفرع اهو اللي طلع هنا اللي هو من الشجره الاساسيه اللي هي مش منتجه ما فيهوش اي فاكهه وما فيهوش اي حاجه خالص. الشجره اللي منتجه بص الفواكه بتاعتها جميله ازاي. فانت دلوقتي تشوف فين التطعيم وتقص اي حاجه تحتيه، وده اللي انا هعمله النهارده. جايب معايا حاجه اهي، وده شكل الشجره من بره. شايف الفرق؟ ده اخضر فاتح ازاي وده اخضر غامق. ودلوقتي انا هقص الفرع اللي مش منتج اهو، ده الفرع اللي مش منتج وده الفرع المنتج. كده اي حاجه هتطلع من فوق هنسيبها وتطلع لنا البرقوق اللي انت شايفه ده. اتمنى يكون الفيديو ده ساعدكم. اشوفكم في الحلقه الجايه من كايرو جاردن. ما تنساش تشترك في القناه وتعمل سبسكرايب واعمل كومنت تحت في التعليقات لو عملت الموضوع ده قبل كده عندك، وتابعني على كل السوشيال ميديا كايرو جاردن. سلام.